ازيكم يا شباب عاملين النهاردة أول محاضرة في السمستر التاني في الأورجانيك كيمستري. والسمستر ده عموما بيتكلم عن الأروماتيك كومبوننتس، المركبات الأروماتية. فهو قبل ما يشرح تفاعلات ادى مقدمة، وهي امتى أقول إن المركب ده أروماتي أصلا. يعني the component said to be aromatic، امتى أقول على المركب ده أروماتي؟ ليه شروط. أول شرط إنه يكون سايكليك. يعني إيه كلمة سايكليك؟ يعني حلقي مغلق. وكلمة سايكليك حلقي يعني ذرات الكربون اللي بتكون الحلقة ما فيهاش مجموعة ميثايل. يعني مثلا مركب زي ده مثلا، يعني ادي مركب حلقي بسيط، المكون ليه 3 ذرات كربون كلهم مجموعات ميثيلين مش مجموعات ميثايل. ممكن اعمل الميثايل كبرانشز كتفرعات. اول حاجة ان يكون بلينر، ان ذرات الكربون اس بي 2، وهقول ليه ما قالش اس بي 3، وكونجيكيتد مترابط برضو من النوع اس بي 2. هو يقصد ايه بالكلام ده؟ باختصار، احنا عارفين ان التهجين من النوع اس بي 2 ده جاي عن طريق اوربيتال من الاس بلس 2 اوربيتال من البي. واحنا عارفين ان المستوى الفرعي البي عنده 3 اوربيتالات. فانا لما اخد منه اوربيتالين في عملية التهجين هيتبقى من الاوربيتال ده اللي هو بي زد، هو ده اصلا اللي ما بيدخلش في التهجين. طب تعالى، اشمعنى لازم يكون في اوربيتال فاضي؟ لو انا بصيت مثلا على حالة البنزين بالشكل ده، هنلاقي ان كل ذرة فيها اوربيتال فاضي. الفكرة كلها ببساطة ان كل ذرة كربون لما يكون عندها اوربيتال فاضي بيعملوا زي مسار او طريق الالكترونات تقدر تلف الحلقة كلها. طب دي نشبهها بايه؟ مثلا لو انا عندي مثلا كوبري على هيئة دايرة، العربيات هتمشي فيه ورا بعض. طب انا لو جيت عند الطريق ده مثلا رحت سديته او عملت حفرة في الحتة دي، هل العربيات هتمشي ورا بعض ولا الحركة بتاعت العربيات هتقف؟ أكيد الحركة بتاعت العربيات هتقف. هي دي نفس الفكرة. لو المركب اللي عندي ده كل ذرات الكربون بتاعته من النوع SB2، يعني كل ذرة تمتلك أوربيتال فاضي، فده هيكون الطريق اللي هيخلي الإلكترونات تلف في الحلقة كلها. طب أنا جيت مثلا شلت الرابطة دي، فإيه اللي حصل؟ فعندنا ذرة الكربون دي بقت نوع SB3 ودي نوع SB3. فتيجي مثلا الالكترونات تلف فرضا، فتلاقي هنا مفيش اوربيتال فاضي، ما مفيش طريق، الدنيا اتسدت عليها، فلذلك ده مش اروماتي. وليه اصلا الالكترونات تلف في الحلقه؟ علشان تعمل ظاهره الرنين اللي هي اصلا الخاصيه المميزه للمركبات الاروماتيه اصلا. دي فكره هو ليه اختار نوع التهجين اس بي 2 مش اس بي 3. من تالت شرط اللي هو الكونجيكيتد، ان الترابط بيبقى ليه سيكونس. السيكونس بتاعها يكون الروابط ماشيه سنجل، دبل، سنجل، دبل، واحنا ماشيين. يعني مثلا لو عندي مركب زي ده، ادي دبل، سنجل، دبل، هو ده الكونجيكيتد اللي عندي. رابع شرط من شروط المركبات ان يكون اروماتيك، قاعدة اسمها هوكل رول. القاعدة دي بتقول ايه؟ ان 4n plus 2 equal النمبرز اوف الكترونز للباي بوند. بمعنى، احنا عارفين الرابطة باي، الرابطة واحدة من باي بتساوي 2 الكترون. فانا بحسب وبطبق في القاعده دي. المهم عندي الان عنده يعني احتمالين يطلع، يا يطلع رقم صحيح وده انا اصلا اللي عايزه، فده اصلا يبقى مطبق القاعده دي، يا يطلع عدد كسري فراكشن وده انا مش عايزه، يبقى هو كده كسر القاعده دي. يبقى امتى القاعده بتاعت هوكر رول تنطبق؟ لو الان اللي في المعادله دي يبقى عدد صحيح. طب تعال ناخد امثله تفهم الكلام ده. وملحوظة مهمة، لو المركب فقد شرط من الشروط الأربعة لا يكون أروماتيا. يعني لازم الأربعة مع بعض، واحد مش موجود المركب مش أروماتي.
تعال نبص مثلا على البنزين. بسم الله. لو جينا رسمنا البنزين بالشكل ده، او تعال نكبره يعني عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. لو جينا رسمنا بالشكل ده، هل هو سايكليك؟ يبقى حقق شرط السايكل. هل هو بلينر انبوس؟ لو كل ذرة كربون عندها رابطة باي بتبقى التهجين بتاعها SB2. لو جينا بصينا مثلا على الذرة دي عندها باي بوند، يبقى دي SB2، ودي 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 الست ذرات عندهم. فإذا وفروا طريق مناسب لحركة الإلكترون. وهنقول الدايرة دي ليه بتترسم كده. الدايرة دي عموما عشان في معلومة مفهومة غلط، دي بتعبر عن حركة الإلكترونات مش نقل الروابط، ودي هنقولها قدام دلوقتي. يعني هو طبق شرط البلينر، طبق شرط البلينر. هل كونجكيتد مترابط؟ فعلا. لو مشيت ادي سنجل، دبل، ومشي على طول الحلقة. تعال نشوف بقى قاعدة رول. انا عندي كام رابطة باي؟ لو بصينا انا عندي ادي رابطة، ادي التانية، ادي التالتة. تلات روابط باي بكام الكترون؟ 2 في 3 ب6. طب نشوف القاعدة بتقول ان 4n بلس 2 عدد الالكترونات الرابط باي كام؟ 6. هتودي الاتنين عكس الاشارة، يعني 4n equal 4، يعني ال n equal 1. مش عدد صحيح، بس يبقى ده طبق القاعدة بتاعت رول. فإذا الأربع شروط عندي اتحققوا، فالبنزين مركب أروماتي. مثال تاني، مركب زي ده. وطبعا الحتة دي فيها باي، عشان كده احنا عمال سيبناها. تعال، هل هو سايكليك؟ سايكليك. بلينر؟ لو جينا بصينا اصلا على الهيكل بتاع المركب ده، هو اصلا مرسوم كده، وماسك عند الذرة دي. دبل، سنجل، دبل، وهنا في ذرة كربون زيادة اصلا. لو جينا بصينا نلاقي ان كل ذرة كربون من النوع SB2، يعني كل ذرة عندها رابطة باي. يعني طبقت شرط ان يكون بلينر كونجيكيتد. طب تعال نشوف قاعدة رول. عندي كام رابطة باي هنا؟ انا عندي 1، 2، 3، 4، 5. عندي 5 روابط باي، 5 روابط باي ب10 إلكترون. لو طبقنا القاعدة دي 4n بلس 2 equal 10، نودي الاتنين، يعني 4n equal 8، يعني ال n equal 2، يعني طلع معايا عدد صحيح، فده مركب أروماتي. طيب 3 أشكال نخلنا بالهم منه، بس عايزين نقول معلومة، يعني إنه ال SB2 ليه عندنا 3 أشكال.
بمعنى يا يكون ذرة الكربون عادي جدا عاملة ادي باي بوند وادي رابط سيجما، يا ذرة الكربون عليها كاتايون او انايون، ودي هنفهمها دلوقتي. تعال ناخد مثال. لو انا عندي 3 مركبات بالشكل ده، هما يبانوا شكل بعض بس في اختلاف. اجي احط هنا شحنة موجب، احط هنا شحنة سالب، ودي عادي جدا ذرة الكربون دي عاملة رابطة اتش، عاملة رابطة اتش. تعال نقارن. اول حاجة، هل التلاتة سايكليك؟ التلاتة حلقة. هل التلاتة بلينر؟ هنشوف. لو جيت بصيت على ذرة الكربون دي هتلاقيها اصلا من النوع SB3، فاذا ده اصلا مش بلينر، يعني هو انه بلينر غلط. طب ده بلينر وده بلينر ليه؟ ان دي اصلا ذره الكربون عامله 3 روابط، رابطه بين الكربونه دي والكربونه دي، وعامله رابطه هنا مع الاتش وعليها شحنه موجبه، وذره الكربون دي نفس الحال، فاذا النوع الCP2. فاذا كده المركب الاولاني ده مش اروماتيك. طب تعالوا نشوف الاتنين دولت اروماتيك ولا لا. لو تعالى نشوف، احنا قلنا ايه؟ يا سايكليك بلينر كونجيكيتد. تعالى نشوف قاعده رول. انا عندي هنا كام الكترون في الشكل ده؟ انا عندي رابطه باي واحده، والرابطه باي باتنين الكترون، فلو جيت طبقت القاعده ادي 4n بلس 2 equal 2، يعني ال n هنا بكام؟ بزيرو. فواحد يقول له لا دي مش مطبقه القاعده، لا هو مش الزيرو ده عدد صحيح، فاذا المركب ده اروماتيك. انا قلت ال n ما مش عايزه عدد فراكشن، زيرو عادي جدا. طب تعالوا نشوف المركب ده عنده كام الكترون؟ كله هيقول 2، ليه؟ عشان رابطه باي. لا، في معلومه بقى. ايه هي؟ ان اصلا لو ذره الكربون دي عليها شحنه سالبه، الشحنة السالبة دي بنحسبها باتنين إلكترون ضمن القاعدة، فإذا المركب ده عنده 2 إلكترون من الرابطة باي، 2 إلكترون من الشحنة السالبة، هقول دي برضو جت منين، فكده عندي 4 إلكترون. فلو طبقت القاعدة 4n بلس 2 equal 4، هيطلع ال n equal half. مش ده عدد فراكشن كسري؟ يبقى ده مش أروماتيك، يبقى ده مش أروماتيك. يعني أنا جبت هنا المركب الاصلي ما طلعش اروماتيك لما كانت ذره الكربون عليها موجب، اروماتيك سالب مش اروماتيك. ودي لعبه تحويل. بمعنى ادي قلنا اهو ان اشكال النوع SB2 يا ذره الكربون عامله كده، يا عليها موجب يا عليها سالب. وشرح المركب ده هتلاقي ذره كل الكربونات SB2 ما عدا دي عامله SB3، فده سايكليك وده مش بلينر، عشان عندي 2 كربون اتوم من النوع SB3. هي كربون اتوم واحدة عموما، هي مش 2، هي ذرة كربون واحدة بس، هي النوع SB3. يتبع رول انا عندي 4 الكترون، يعني ال N بهاف، يعني عدد كسر، يعني ده اصلا مش اروماتيك. نيجي للحتة دي. مكتوب هنا ان this component not aromatic لا تساوي الانتي اروماتيك. في فرق بين كلمة انتي اروماتيك ونوت اروماتيك. ايه الفرق؟ وانا كاتبها في اخر صفحة. لو المركب بلينر ولكن لا يتبع قاعدة هوكل رول، فده بنسميه انتي اروماتيك. طب لو المركب اصلا مش بلينر، لا يبقى نو اروماتيك. يعني مثلا تعال نشوف دول. ده كان عليه شحنة موجب وده سالب. المركب اللي انا قلت عليه مش اروماتيك، انتي اروماتيك ولا نو اروماتيك؟ هنشوف. هل المركب ده بلينر؟ لا، فده نو اروماتيك.
طب المركب ده بلينر؟ بلينر. ليه؟ ان النوع كل النوع SB2. هل طبق قاعدة رول؟ ما طبقهاش، فده بنسميه انتي اروماتيك. يعني الخلاصة لو المركب عندي بلينر بس قاعدة رول لن تنطبق، بحط المقطع انتي اروماتيك. طب لو هو اصلا مش بلينر، خلاص يبقى هو اصلا نو اروماتيك. الجزئية اللي بعد كده فرق الحتة دي عشان دي بنعوزها في التحويل. احنا عارفين ان الكربون مع الهيدروجين بيعمل رابطة كوفالنت بوند، رابطة تساهمية اهي. وبرضو كلنا عارفين ان الهيدروجين عنده 1 الكترون و1 بروتون. طب حلو، الهيدروجين علشان يخلع من الكربون ليه 3 طرق، بس احنا عايزين 2 بس. ايه هما بقى؟ يا الهيدروجين يخرج بالشكل ده، يا يخرج بالشكل ده. طب ايه الفرق؟ واحدة واحدة دلوقتي. يعني ايه كلمة سالب اتش اللي هي دي؟ يعني الهيدروجين خرج امتى طب لو هيدروجين خرج في صورة موجبة او في صورة هيدريد سالب، ايه الفرق؟ واحدة واحدة. احنا عارفين ان الرابطة اللي ما بين السي والاتش رابطة تساهمية عن طريق الكترون من السي مع الكترون مع الاتش. كلمة ان الاتش موجب يعني الاتش خرج بالبروتون بتاعه 1 بروتون، بس ساب الالكترون بتاعه. فاذا الكربون عليها ايه؟ شحنة سالبة. ان نعتبر كده ان ادي الهيدروجين خرج في صورة موجبة، يعني الاتنين الكترون راحوا على السي. فاذا ذرة الكربون في الحالة دي هتكون عليها شحنة سالبة اسمها كربو انايون. وقلنا الشحنة السالبة على 2 الكترون، عرفنا جت ازاي لما حسبناها في المركب اللي فات، لان اصلا الالكترونات الرابطة راحت لها. طب ايه السالب اتش سالب دي معناها ان الهيدروجين لما خرج خد الاتنين الكترون بتوع الرابطة معاه. فاذا المعلم ده هو لما خرج خد الاتنين الكترون بتوعه. فاذا ذرة الكربون عليها شحنة موجبة بنسميها كربو كاتايون. يبقى تاني، انا عندي رابطة ما بين السي والاتش، رابطة تساهمية عن طريق 2 الكترون مع الاتش والكترون من السي. وقلنا الاتش عشان هتخرج في شكلين، يا سالب اتش موجب يعني الهيدروجين خد البروتون بتاعه وساب الالكترون هنا، فاذا السي عليها 2 الكترون شحنة سالبة بنسميها كربو انايون. يا اما الاتش اصلا خرجت بشحنة سالبة يعني خدت الاتنين الكترون بتوع الرابطة، فالكربون دي اسمها كربو كاتايون. طب دي ليه؟ عشان في تحويلة مركب هنقولها دلوقتي. يبقى اهو لو ذرة الكربون سالب اتش موجب معناها خرج بروتون الاتش وبقى الالكترون فتصبح ذرة الكربون انايون. الشحنة السالبة دي بتزود 2 الكترون. طب لو خرج في صورة سالب اتش سالب، خرج الكترون الاتش والكترون السي فاصبحت ذرة الكربون كاتايون. ليه بقى؟ عشان نشوف الشكل ده. تعال نبدأ بسم الله. مركب زي ده احنا مكتوب سايكليك فعلا. بلينر لا. ليه لا؟ عشان ذرة الكربون دي من النوع SB3. قلنا عامله زي المسار، غلق الطريق على الالكترونات انها تلف. كونجيكيتد لا، ما هو اسكان مش بلينر مش هيبقى كونجيكيتد لان عندي SB2. طبق قاعدة رول هنشوف هو عنده كام رابطة باي. ادي رابطة وادي التانية، يعني 4
يعني الN بهاف، يعني ده not aromatic ولا anti aromatic؟ هو مش بلينر، خلاص يبقى not aromatic. طب تعالوا نشوف هو عمل ايه. راح هو مسك ذرة الكربون دي، ما دي اللي مضايقانا، اللي من النوع Sp3، وعمل سالب اتش موجب. يعني من الاخر هيشيل الذرة دي، والاتش خرجت في صورة موجبة، يعني منطقيا الكربون يبقى عليه انهي شحنة؟ شحنة سالبة. فلو بصينا هنا ادي ذرة الكربون عليها شحنة سالبة. طب تعالى نشوف. كده هو سايكل وبلينر وكونجيكيتد. هل قاعدة رول؟ تعالى نشوف. انا عندي رابطة باي باتنين الكترون، ورابطة باي باتنين اربعة، والشحنة السالبة باتنين، وقلنا عرفنا جت منين الاتنين الكترون. فاصبحت انا عندي كده كام الكترون في المركب ده؟ 6. فلو طبقت عليها قاعدة رول 4n plus 2 equal 6، يعني ال n equal 1، يعني المركب ده aromatic. طب تعالوا نشوف الحالة التانية عمل ايه. برضه نفس الفكرة، نفس ذرة الكربون المضايقانة اللي هي من النوع Sp3. المرة دي ال H خرج بالسالب، فمنطقي الكربون يبقى عليها شحنة موجبة، فأذي الكربون عليها شحنة موجبة. سايكل وكوبلينر وكونجيكيتد. الموجبة ما مش بتتحسب في قاعدة رول. فلو جينا بصينا، أنا عندي رابطتين باي بأربعة إلكترون، يعني ال N بهاف، يعني ما طبقش قاعدة رول. طب المركب ده نوت أروماتيك ولا أنتي أروماتيك؟ هو مش بلينر؟ هو مش نوت، دي فيها تعديل، دي أنتي أروماتيك. فهمنا ليه فكرة إن ال H يخرج بالموجب وال H يخرج بالسالب. الجزء اللي بعد كده فكرة نترات الفضة، وإمتى يكون روسب وإمتى لأ. ماشي. الفكرة باختصار، أنا لو عندي مركب هالو أروماتيك، تعال نفهم الكلمة. كلمة أروماتيك يعني مثلا زي البنزين أهو، أروماتيك. هالو أروماتيك يعني فيه من الهالوجينات، فمثلا كلور. لو جيت فعلته مع ال AgNO3، الفكرة دي بتتكلم عن إيه؟ إن أنا عايز أطلع AgCl في صورة راسب أبيض. طب هل هنا في الحالة دي ال Ag هيقدر يسحب ال Cl من المركب ده؟ لأ. فإذا قلنا قاعدة إن لو عندك هالو أروماتيك كومبوننت، مركب هالوجيني أروماتي، مع ال AgNO3 لا يتكون برسبتات، يعني لا يتكون راسب. طب ليه؟ المركب ده مستقر جدا، ففكرة إنك تكسر رابطة وتاخد منه كلور دي فكرة صعبة جدا. طب إمتى نظرية الفضة يفكر يدي راسب؟ لو جبت مركب مش أروماتي أصلا. يعني إيه مركب مش أروماتي؟ يعني مثلا مركب زي ده مثلا، وادي ذرة الكربون أهي، مثلا الكلور، فعلتها مع AgNO3، هو ده أروماتي ولا لأ؟ لو بصينا هنلاقيه أصلا هو مش بلينر ومش بيطبق قاعدة رول، فهو أصلا مش أروماتي. إمتى بقى يديني راسب وإمتى لأ؟ فكرة باختصار، لو أنا عايز راسب لازم المركب الناتج من معادلة التفاعل يكون أروماتيك. لازم المركب اللي طالع الناتج يكون أروماتيك. طب إمتى ما يدينيش بيرسبتات؟ لو المركب الناتج من التفاعل مش أروماتيك. بمعنى، تعالى نفترض إن أنا همشي التفاعل ده، إيه اللي هيحصل؟ الCl الاي جي هتاخدها، فيطلع اي جي سي ال. انا لسه ما اعرفش هل الاتفاق ده هيتم ولا انا بفترض. والان او 3 هتدخل مكانها، فيصبح المركب كده. ادي ال او 3. طب ال او 3 دي اصلا مجموعه سالبه، فهتعمل ايه؟ فهتخلي على الكربون دي شحنه موجبه. طب حلو، المركب في الحاله دي بقى اقدر اقول عليه اروماتيك ولا مش اروماتيك؟ طب تعالى نشوف.
لو هو اصلا مش بيطبق قاعدة رول، لان هو عندك 4 الكترون بس، فعندي 4 الكترون، ولو طبقت عليه بيساوي 4n بلس 2، يعني ال n برضو equal half، فإذا المركب الناتج من التفاعل مش أروماتيك. فإذا هل هيكون راسب؟ لا، مش هيكون لي راسب. يبقى امتى يكون راسب؟ لو الناتج طلع مركب أروماتي هيتكون راسب، ما طلعش مش هيتكون. تعال نشوف مكتوبة ازاي فوق. مكتوب انه لو هالو اروماتيك كومبوننت، يعني مركب اروماتي هالوجيني مع اي جي ان او 3 نو برسبتيت، قلنا ان المركب مستقر، صعب انك تكسر رابطه وتاخد منه الكلور مثلا. طب لو هالو انتي اروماتيك كومبوننت مع اي جي ان او 3، يا يدي وايت برسبتيت يا ما يديش برسبتيت. طب الفكره كلها في انهي حاجه؟ في المركب اللي هيطلع. لو المركب اللي هيطلع اروماتيك فيبقى يديني برسبتيت، لو الناتج انتي اروماتيك فيديني نو برسبتيت. طب تعالى مثال، مركب زي ده اللي قدامي ده اروماتيك ولا مش اروماتيك؟ طب تعالى نشوف. هو سايكليك هل هو بلينر؟ بلينر. ليه بلينر؟ لان الكلور اصلا اعلى في السالبيه، فعليه شحنه سالبه والكربون عليه شحنه موجبه، فهو اصلا بلينر. طب هو ليه انتي اروماتيك؟ لو انت جيت بصيت حسبت قاعده رول هتلاقي ان المركب ده اصلا ما عندوش غير رابطه باي واحده، يعني 2 الكترون equal 4n بلس 2، يعني ال n بزيرو. لا اسف، هو المركب ده مش انتي اروماتيك، المركب ده نو اروماتيك، مش انتي. لا هنا الكلون مش سالب، مش مجموعة، لا اسف. المركب ده نو اروماتيك، نو، مش انتي، عشان هو مش بلينر. وكده كده مطبق قاعدة رول. لو فعلته مع اي جي ان او 3، الفكرة كلها ان ادي السي ال الاي جي هتاخدها، ال ان او 3 دخلت مكانها شحنة سالبة فالكربون عليه موجب، فاذا هو بي اروماتيك. ليه اروماتيك؟ سايكليك وبلينر لان من النوع اس بي 2، كونجيكيتد ومطبق قاعدة رول ان الان بزيرو. فاذا كان نو اروماتيك طلع لاروماتيك فيحصل برسبتيت راسب. طب تعالى نشوف المركب ده، حلقة بنزين. طب من غير ما افكر، مش البنزين ده اروماتيك مع اي جي ان اسري، يبقى نو برسبتيت، طول ما اروماتيك خلاص. طب المركب ده نو اروماتيك ليه؟ انه مش بلينر. هل بيطبق قاعدة رول؟ هنشوف. هو عنده رابطتين باي، رابطتين باي دولت باربعة الكترون، بتساوي 4n بلس 2، يعني ال n بإيكوال هاف، يعني ده انتي اروماتيك، اسف نو اروماتيك لانه مش بلينر. طب تعالوا نشوف هنفعله. المركب الناتج هيطلع ايه؟ لما جيت فعلته مع النترات الفضة، النترات دخلت مكان الكلور، خلت الذرة دي موجب، ففي الحالة دي هي خلت المركب بلينر كله اس بي 2، بس برضو مش مطبقة لقاعدة رول لأنه هنا في 4 إلكترون، فالمركب ده أنتي أروماتيك، مش نو، أنتي أروماتيك. لأن لو بصيت كل ذرات الكربون من النوع اس بي 2، فده أنتي أروماتيك، فإذا مش هيتكون لي راسب، نو برسبتيت. يبقى من الآخر لو المركب اللي عندي أصلا في التفاعل أروماتيك مش هيدينا راسب. المركب اللي عندي في التفاعل مش أروماتيك، لما هتيجي تفعله هبص على الناتج الأول، لو الناتج اللي طلع بمركب أروماتيك هيتكون راسب، مش أروماتيك مش هيتكون لي راسب. بعد كده دخل على نظرية البنزين، كيكولي ستراكشر. كيكولي قال إيه؟ قال إن البنزين له شكلين والروابط تتغير وتنتقل، بمعنى، وده اصلا الاعتقاد اللي احنا كنا معتقدينه اصلا في ثالثه ثانوي، يعني ناس كتير في ثالثه ثانوي فاهمه المعلومه دي غلط. في ثالثه ثانوي كنا بناخد ان لو عندي حلقه بنزين بالشكل ده، احنا كنا بنرسم كده، احنا كنا مفتكرين ايه بقى؟ كنا مفتكرين ان البنزين ليه شكلين، يعني يكون بالشكل ده، يكون بالشكل ده. على اساس كنا مفتكرين اصلا ان روابط باي دي بتتحرك، يعني ادي رابطه باي كانت هنا انتقلت لهنا، دي اساس الدايره. ده اللي احنا كنا مفتكرينه، الكلام ده غلط. ان اصلا فكره ان رابطه تنتقل من مكانها عايزه طاقه، ما ايه الدايره دي اصلا؟ دي بتاعت ايه؟
الدايرة دي من الآخر أنا عندي في المركب ده 3 روابط باي، وعندي مسار كامل للإلكترونات تلف فيه. هي دي الدايرة أصلا، دايرة اسمها باي كلاود. إن السحابة الإلكترونية بتاعة روابط باي بتلف المركب كله في المدارات الفاضية. هي دي سبب الدايرة أصلا، دي يعني سبب الرسم. فوالله العالم كيكولي قال لك إن البنزين ليه شكلين، فتيجي العلماء عايزين يردوا عليه صح ولا غلط، فهو في الآخر طلع غلط، والأدلة كالتالي: evidence against the كيكول فورمولا. أول حاجة البوند لينس، لما جه بصوا على الرابطة سيجما كطول لقيها ب1.5 أنجستروم، الرابطة باي ب1.35 أنجستروم. فهو كمنطقيا لو افتكرنا كان المفروض حالة البنزين تطلع ايه؟ 3 روابط بالطول ده و3 روابط بالطول ده، على اساس ان حالة البنزين 3 روابط سيجما و3 روابط باي. لما جم قاسوا الروابط بتاعة البنزين لقوا ان ال6 روابط ما بين ذرات الكربون وبعضها متساوية ونفس القيمة 1.39، يعني هي ولا حصلت سيجما ولا حصلت باي. لذلك هم اكتشفوا ليه البنزين اصلا مش بيتفاعل بطريقة الاديشن. بمعنى يعني كنا واخدين مثلا ان المركب الالكينات، يعني مثلا زي ده البروبين، لما كنت بضيف عليه اتش بي ار فكان بيكسر الباي بوند اهي، وتدخل البي ار هنا تبع قاعدة ماركينيكوف، تفاعل بطريقة الاديشن. فهم عرفوا ليه اصلا البنزين لو انا مثلا ضفت له اتش بي ار زي الالكين كده ما كانش بيتفاعل ليه، عشان هو اصلا ما عندوش روابط باي. فمكتوب هنا، وكده نقدر نقول ما ينفعش اقول في 3 باي بوند لانه مش نفس الطول، وده يفسر عدم تفاعل البنزين في حالته العادية بطريقة الاديشن الاضافة. فاذا انا ما اقدرش اقول على حالة البنزين روابط سيجما وباي، هما 6 روابط ايكوال طولهم 1.39 انجستروم. وده اول سبب ردوا عليه، ان اصلا ما فيش باي، يعني كيكو قال لك روابط باي بتلف، هو اصلا ما فيش باي في المركب. الدليل الثاني heats of hydrogenation، حرارة الهدرجة. هو اصلا الهدرجة عملية طاردة للحرارة ولا مصة للحرارة؟ انا عندي سبب بيقول ايه، انك انت لو عايز تعمل كسر للرابطة خرج طاقة، يعني تفاعل طارد، عايز تكون رابطة خليها تمتص طاقة في عملية موجة. طب هو اصلا الهدرجة انا بكسر الرابطة فهي عملية كسر، فهي الدلتا اتش بتاعتها سالب، قلنا السالب لانه كسر روابط. طب تعالى نشوف ايه اللي حصل. جم العلماء مسكوا المركب ده. طب المركب ده عنده رابطة باي، لما عملوا له عملية هدرجة لقوا ان الدلتا اتش بسالب 8.6 كيلو كالوري لكل مول. فهو كمنطقيا البنزين عندي كام رابطة باي؟ عندي 3. فهو لو فعلا ماشي بالسيكونس ده فهضرب 3 في الرقم ده يطلع معايا 5.8. ده الاكسبكتد، العلماء توقعوه. طول ما الرابطة باي خدت الطاقة دي يبقى ال3 روابط هتاخد الطاقة دي. طب هما لما جم عملوا درجة الحرارة لقيوها كام؟ لقيوها سالب 9.8، فإذا ده في فرق في الطاقة. لما جم حسبوه طرحوا الرقم ده ناقص الرقم ده الاكسبكتد ماينس الفاوند، له طلع ب36 كيلو كالوري لكل مول. سموها ايه؟ سموها الريزونس انرجي، الاستابيليزيشن انرجي، طاقة الاستقرار او طاقة الرنين. بمعنى اكتشفوا ان البنزين اصلا ليه درجة الحرارة بتاعته عالية لانه خد طاقة في الاول يكسر استقراره. هو ليه مستقر؟ لان الالكترونات بتلف عاملة حالة رنين. فلما كسر حالة استقرار راح بقى كسر الروابط بقى عشان يحصل له عملية هدرجة. على عكس المركب ده مثلا، المركب ده ما عندوش غير رابطة باي واحدة، ما عندوش اصلا طاقة رنين، اس بي 3 اصلا الالكترونات مش بتلف، فاذا هو عادي هيكسر على طول فتديني الحرارة دي. البنزين لا، البنزين كسر استقراره الاول بعد كده كسر ال3 روابط، علشان كده حصل فرق في الطاقة ده. فالعلماء سموا الفرق الطاقة ده ب 36 كيلو كالوري كل مول طاقة الرنين. فمكتوب هنا ان فرق الطاقة ظهر بسبب انه البنزين خد طاقة الاول لكسر استقراره، والاستقرار طبعا بسبب الريزنس الرنين، بعد كده كسر ال3 روابط. طب هنا في ايه فكرة؟
هو امتى اصلا طاقة الرنين او امتى الفرق ده يظهر؟ طب دي النقطة اللي بعد كده. الريزونانس انرجي الاكسبكتد ماينس الفاوند ليها 3 قيم، يا تطلع بتساوي 36، يا تطلع بتساوي صفر، يا تطلع اقل من 36. طب امتى الحالات دي؟ انا هقرا وهشرح. هو قال يساوي 36 لو في تبادل بين الرابطة باي وسيجما على كل الحلقة، يعني من الآخر في كونجيكيتد يعني يعني مثلا ماشية سنجل دبل سنجل دبل، ويعني كل ذرات الكربون اس بي 2 اروماتي زي البنزين. صفر لو مفيش تبادل، اقل من 36 لو تبادل جزئي. يقصد ايه بالكلام ده؟ هو ايه التبادل الكلي والجزئي اصلا؟ كلمة تبادل كلي اللي يقصدها ان الحلقة كلها ماشية بترتيب سنجل دبل سنجل دبل زي البنزين مثلا. يعني ادي البنزين، لو جينا ماشيين ماشي سنجل دبل سنجل دبل، ادي رابطة احادية مزدوجة احادية مزدوجة احادية مزدوجة. طب حلو، المركب ده اروماتي اروماتي، فاذا هتظهر فيه مين؟ طاقة الرنين انرجي. طب طول ما اصلا في طاقة رنين، فاذا لو انا توقعت له الرقم ولما جيت حسبت، لما اجي اطرح ما بين الاتنين الاكسبكتد ماينس الفاوند اللي هي الطاقة دي اصلا هتطلع كام؟ 36. طب هل ده للبنزين بس؟ لا، ده لأي مركب أروماتي عنده يعني فولي كونجيكيتد، يعني ترابط تام على الحلقة كلها ماشية سنجل دبل سنجل دبل وأروماتي، هتظهر الطاقة دي. طب امتى يساوي صفر؟ لو مفيش تبادل أصلا. بمعنى لو أنا جبت مركب زي ده، هل المركب ده أصلا أروماتي؟ أكيد لأ. شايفين نوع اس بي 3؟ طب واحدة واحدة. ما هو لو مش أروماتي ما تستعجلش، ما تقولش صفر، لأن في حالة تاني. هل ده اصلا ليه سيكونس؟ يعني في حاجه اقدر اقول عليه ان في كونجيكيتد؟ طب تعال نشوف. هنا احاديه احاديه مزدوجه احاديه احاديه مزدوجه. انا مش لاقي ترتيب احاديه مزدوجه احاديه مزدوجه، مش موجوده. فاذا اصلا المركب ده ما عندوش كونجيكيتد من الاساس. حلو، فاذا هل المركب ده عنده طاقه الريزونانس انرجي؟ لا، هو ما عندوش رنين اصلا. فاذا انت لو جبت الاكسبكتد ماينس الفاوند اللي هي الريزونانس انرجي هتلاقيها بزيرو. طب نفس المركب بس انا عملت حركة، عملت كده. انا نقلت الرابطة باي. طبعا ده مش اروماتي لان في ذرات كربون من النوع الاس بي 3. طب هل ده في سيكونس كونجيكيتد؟ طب تعالى نشوف. احادية مزدوجة احادية مزدوجة احادية احادية. واحد يقول لي هل ده في كونجيكيتد؟ هو ده اللي بنسميه اصلا البارشلي كونجيكيتد، الترابط الجزئي. لان انا عندي في الكونجيكيتد نوعين. عشان كده انا قلت فوق الترابط الكلي زي البنزين الحلقة كلها ماشية سنجل دبل سنجل دبل. طب البارشلي الجزئية الترابط الجزئي هتلاقي جزء من الحلقة ماشية سنجل دبل زي المركب ده. طب هل المركب ده مش هيبقى عنده ريزونانس انرجي؟ لا، هيكون موجود، بس هيكون ايه؟ لو جيت حسبتها هتطلع اقل من 36. يبقى انا عندي لو مركب اروماتي وعنده فولي كونجيكيتد الريزونانس انرجي بتاعته ب 36. طب لو المركب مش اروماتي وما عندوش اصلا ولا فولي كونجيكيتد ولا بارشالي كونجيكيتد ولا ترابط كلي ولا ترابط جزئي، يطلع بصفر. طب لو المركب عنده ترابط جزئي وهو مش اروماتي هيبقى الفرق اقل من 36. ادينا اهو، نفس المركب ما عندوش اصلا ترابط وده عنده ترابط جزئي. وكلمة التبادل سنجل دبل سنجل دبل. وبكده دي اول محاضرة خلصت. خدنا فيها بالترتيب امتى يكون نقول على المركب ده اروماتي والشروط بتاعته، خدنا امثله. طب ايه فكره ان لو الاتش خرج من ذره الكربون اتش موجب يعني خرج بالبروتون بتاعه فسبع الكربون شحنه سالبه. طب لو خرج سالب اتش سالب يعني خد الالكترونات بتاعت الرابطه فالكربون عليه موجب.
خدنا مثال على ده. كده خدنا امتى مع نترات الفضة بيتكون راسب. قلنا الأول لو المركب هالو أروماتيك مش هيديني راسب أصلا. طب هو لو هالو أنتي أروماتيك حالتين، أنا همشي المعادلة عادي جدا. الاي جي هتاخد الهالوجين والان او 3 هتدخل مكانها. طب ما الان او 3 دي مجموعة سالبة فهتسيب على الكربون شحنة موجبة. فالمركب الناتج أنا هاجي هشوف لو هو أروماتي الراسب هيظهر، لو مش أروماتي مفيش راسب أصلا. وادي الأمثلة اللي خدناها عليها. فكده دخلنا على كيكو الاستراكشر. قال ان البنزين ليه شكلين عن طريق ان رابط باي بتنتقل، وده غلط لان اصلا مفيش رابط باي في المركب ده اولا. ثانيا يعني ما اقدرش اقول ان رابط باي لان التون مختلف. ثانيا اصلا الحركه الدايره دي هي حركه السحاب الالكترونيه بسبب ان كل ذره اس بي 2 فيها اوربيتال فاضي، فعامل زي مسار دائري زي ما شرحناه. بعد كده قلنا الادله يعني بسبب طول الرابطه او الهيتس اوف هيدروجينيشن. فكده دخلنا على الريزونز انرجي. قلنا بتظهر لو المركب اروماتيك وعنده فولي كونجيكيتد فهتظهر بتساوي 36. لو مش اروماتيك ومش كونجيكيتد اصلا ولا بارشالي ولا فولي كونجيكيتد هيبقى بصفر. طب لو المركب اصلا بارشالي كونجيكيتد ومش اروماتيك هيبقى اقل من 36. ده كل اللي قلناه يعتبر في اول محاضرة. وبكده خلاص كده خلصت المحاضرة بتاعتنا. اشوفكم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله. سلام.